لو حد فينا حس قبل كده إنه تايه وسط كلام السوشيال ميديا عن الأسهم والبورصة، فمفيش داعي للقلق خالص. النهاردة هنبسط الموضوع ده ونفك شفرة عالم الأسهم عشان نفهم الحكاية بالظبط. لو الموقف ده مش غريب علينا يبقى الشرح ده هيوضح الصورة تماماً. خلينا نبدأ بأول وأهم سؤال في القصة كلها. كلمة سهم بنسمعها كتير قوي، بس يا ترى معناها إيه فعلاً؟ الحقيقة إن الموضوع أبسط بكتير مما نتخيل. السهم ده مش مجرد رقم بيتحرك على شاشة، لا، ده وثيقة ملكية حقيقية. يعني لما حد بيشتري سهم حتى لو كان سهم واحد بس، هو بكده بيبقى شريك في الشركة دي بشكل قانوني ورسمي. وده يمكن أحسن تشبيه للموضوع. خلينا نتخيل إن أي شركة عبارة عن تورتة كبيرة ومتقطعة لآلاف أو ملايين الشرايح. كل شريحة صغيرة من دول هي سهم. فلما حد بيشتري سهم كأنه بيقول لو سمحت أنا عايز شريحة من التورتة دي. وعشان الصورة تبقى أوضح وأوضح، مفيش أحسن من مثال عملي. تعالوا نتعرف على ريم وحلمها ونشوف إزاي فكرة الأسهم دي ممكن تحول الحلم ده لواقع ملموس. طيب، دي ريم عندها حلم كبير إنها تفتح محل سنيكرز جامد اسمه فريش كيكس. درست الموضوع كويس وعارفة إنها محتاجة 100,000 جنيه عشان تبدأ. المشكلة إنها معاها 50,000 بس، يعني نص المبلغ. تعمل إيه؟ ريم فكرت بطريقة ذكية. بدل ما تدخل في قصة القروض والفوايد، قررت تقسم قيمة المشروع بتاعها اللي هو 100,000 جنيه على 10 أسهم. هي هتحتفظ ب5 أسهم لنفسها مقابل ال50,000 بتاعتها، وال5 التانيين هتبيعهم لمستثمرين عشان تجمع ال50,000 اللي ناقصينها. وهنا بيجي دور شعيب اللي بيحب السنيكرز وعجبته الفكرة، فقرر يشتري سهم واحد بس ب10,000 جنيه. بعد 5 سنين في احتمالين. لو مشروع ريم نجح جداً وقيمة المحل وصلت ل300,000 جنيه، ساعتها سهم شعيب اللي كان ب10,000 قيمته هتبقى 30,000. لكن لو لا قدر الله المشروع واجه صعوبات وقيمته نزلت ل80,000، سهم شعيب هو كمان قيمته هتقلل 8,000 جنيه. وده بيورينا ببساطة شديدة فكرة الربح والخسارة، المكافأة قصاد المخاطرة. طيب، قصة ريم وشعيب دي بتوضح الفكرة على مستوى صغير، شركة واحدة ومستثمر واحد. لكن إزاي ملايين الناس بتشتري وتبيع أسهم في آلاف الشركات كل يوم وكل ساعة؟ أكيد في مكان كبير بيحصل فيه كل ده. الإجابة ببساطة هي البورصة. ممكن نتخيلها زي مول تجاري ضخم جداً، بس بدل المحلات اللي بتبيع لبس وأكل، في شركات بتعرض شرايح منها للبيع اللي هي الأسهم، والناس بتدخل المول ده عشان تشتري وتبيع في الشرايح دي طول الوقت. والموضوع ده مش حاجة بعيدة عننا خالص. في الشرق الأوسط عندنا أسواق مالية قوية جداً ومهمة، زي تداول في السعودية وسوق دبي المالي وسوق أبو ظبي وكمان بورصة قطر والكويت، وطبعاً البورصة المصرية بتاعتنا اللي فيها شركات كبيرة ومؤثرة في اقتصادنا. سؤال مهم: هل كل الأسهم زي بعضها؟ الإجابة لأ. زي ما في موديلات مختلفة من العربيات، في برضو أنواع مختلفة من الأسهم. خلينا نعرف الفرق بين النوعين الأساسيين، والفرق بينهم مهم جداً. السهم العادي أو الكومن ستوك ده بيدي لصاحبه الحق إنه يصوت في قرارات الشركة، بس في نفس الوقت مخاطرته أعلى شوية. أما بقى السهم الممتاز أو البريفيرد ستوك ده عامل زي تذكرة VIP، مفيش تصويت، بس في المقابل بيبقى فيه توزيعات أرباح ثابتة، وصاحبه ليه الأولوية في استلام فلوسه لو الشركة صفتها. يعني اللي بيدور على النمو السريع ممكن يميل للعادي، واللي عايز دخل ثابت ومخاطرة أقل ممكن يختار الممتاز. طيب، ليه الناس أصلاً تفكر تحط فلوسها في الأسهم وما تسيبهاش في البنك وخلاص؟ ده سؤال منطقي جداً ومهم. وهنا الفرق بيبان. لو بصينا على الأرقام عبر السنين هنلاقي إن متوسط عائد الأسهم غالباً بيكون أعلى من الفايدة اللي بيديها البنك. يعني الفلوس عندها فرصة إنها تكبر بشكل أسرع، بس طبعاً لازم نفضل فاكرين القاعدة: المكسب الأكبر بيجي معاه مخاطرة أكبر. وبسبب طبيعة السوق المتقلبة دي، ظهر طريقتين أساسيتين في التفكير. فيه المستثمر طويل الأجل اللي بيبص على الشركة نفسها ورؤيتها المستقبلية على مدار سنين طويلة، وفيه المتداول قصير الأجل اللي بيحاول يستفيد من التغيرات السريعة في الأسعار عشان يحقق ربح في وقت قليل. في النهاية، وبعد ما فهمنا الأساسيات دي، خلينا نلخص أهم المبادئ لأي حد بيفكر يبدأ رحلته في عالم الاستثمار. ودي أهم فكرة لازم تطلع من الشرح ده كله: الاستثمار في سهم هو شراء جزء من شركة حقيقية بتشتغل وبتنتج. الموضوع مش مجرد ورقة للمضاربة والقمار. لما الواحد بيفكر بعقلية صاحب الشركة، قراراته كلها بتتغير للأحسن. ودي القواعد الذهبية ال3:
أولاً لازم الاستثمار يكون في حاجة مفهومة. ثانياً التنويع مهم جداً، أو زي ما بنقول ما نحطش البيت كله في سلة واحدة. وأخيراً لازم التفكير يكون للمدى الطويل. الصبر غالباً بيكون مفتاح النجاح في السوق ده. وقبل ما نختم هنسيب سؤال مهم للتفكير بناء على كل اللي فهمناه النهاردة. لو الفرصة جت للبداية، إيه أول شركة ممكن تيجي في بال أي حد فينا للاستثمار فيها؟ والأهم من كده، ليه؟ التفكير في إجابة السؤال ده هو أول خطوة عملية حقيقية في رحلة الاستثمار.